النهارده وانا بطلب المارون جلاسيه من تشيكوليشز، بصيت لقيت عندهم في المنيو دي شوكولات بانواع كتير جدا، بالبندق وبالكريمه وبحاجات انا بحبها قوي. علشان كده قلت اخد من كل حاجه علبه صغيره. لما جات لي البوكسس بصيت لقيت نفسي هخلص كل البوكسس. ايه الجمال وايه الحلاوه دي! الطعم ده انا ما اكلتهوش من زمان. علشان كده أنا قررت آكل من أجمل شوكولاتة موجودة في مصر، وبنصحكم تجربوها. تحياتي فنان الرحاب. دايما الفنان بيقف قدام اللوحة الفنية المميزة، علشان كده أنا شدني أعمال الفنانة ياسمين عفيفي. زي ما حضراتكم شايفين عندها جراءة في مسكة الفرشة واللون المميز، وكمان تصميم راقي وشيك. علشان كده أنا برشح الفنانة ياسمين عفيفي إنكم تشوفوا أعمالها الفنية وهتقدروا تقتنوا منها، وهتكمل فرش بيتك. تحياتي فنان الرحاب أشرف شندي. من فترة وأنا نفسي آكل مارون جلاسيه، وكل لما أسأل على سعره قاليه غالي جدا، أقول خلاص خليه المرة الجاية، وأسأل عليه قاليه غالي جدا، أقول خليه المرة الجاية. وبعد كده اكتشفت مكان بيبيع أونلاين تحفة، وأسعاره يمكن أقل من ربع ثمن المستورد، لأن ده أول حد في مصر بيعمل مارون جلاسيه. الله على جماله والله على طعمه، لازم تجربوه. أنا جربته في الحقيقة طعمه حلو جدا، وعايز اقول لكم ان عنده حاجات كتير بانواع كتير. يلا جربوه، حاسب لكم انتوا تحكموا. تحياتي فنان الرحاب.